اخر نجم، مش اخر، تاني نجم لمع في سماء المنيا. هتقولوا لي ليه يا زوزة مش اول نجم لمع ولا اخر نجم؟ هقول لكم عشان طبعا إن اول نجم لمع في سماء المنيا هو كابتن عماد النحاس. لويس فيجو الغلابه اللي الصفقه بتاعته تقدر تقول عليها بالمصري كده او بالبلدي كده، هي يا جماعه يعني تقدر تقول عليها كده النسا اللي بجد. اللاعب اللي خلى جماهير الاهلي والزمالك الاتنين يرجعوا في كلامهم بعد ما الزمالك كان بيقول عليه انه هو حد جامد جدا ويعني مكانه مش هنا، واللي زيك انت قاعدين في ليفربول وفي البوستن ليجا، بقى فجأة بالونة وهيتيا ومالوش لازمة في الملعب. ولاعيبة الاهلي يا اخويا بعد ما كانوا بيقولوا عليه انه هو ملوش اي لازمة، بيقعد يجري في الملعب كده زي ما بيقولوا عليه بيقعد درجن دي، فجأة بقى ده حد جامد جدا وانت مش موجود في الوجود وانت ازاي كده. فعلا يا جماعة مراية الحب عمياء. المهم يعني يا جماعة موضوع درجن ده اللي طلعوه الاهلاوية على زيزو بيكشف المشكلة الاساسية لصفقته، لان زيزو لا هو صانع العاب ولا هو مهاجم ولا هو حتى شاد سترايكر. زيزو يا جماعة وينج تقليدي بيلعب بالظبط بنفس طريقة بيكهام. ايام بيكهام كانت الطريقه في اللعب دي بتساعده، لان اغلب طرق اللعب كان فيها 2 فراوده، فالعرضيات والكروسات كانت قدرتها اكبر. عكس دلوقتي بيبقى فيه فرد واحد بس، بيبقى الاعتماد كله اكتر على الاختراق والجنبين، يعني اللي هو الوينج اليمين والوينج الشمال. عشان كده جماهير الاهلي بيقولوا حسين الشحات احسن من زيزو لان هو بيخترق اكتر، لكن جمهور الزمالك شايف عكس كده، بيقولوا ان زيزو صانع العاب جامد جدا وجايب اجوال اكتر من رموز كتيره في النادي، زي كابتن حازم امام وزي كابتن حماده امام اكيد برضو والد الكابتن حازم امام صح، عامل برضو اكيد يعني. وكمان عدد اجوانه على بعد قريب قوي من عدد اجوان حد من الاساطير الشعبيه في نادي الزمالك، يعني زي كابتن حسن شحاته. هو كابتن حسن شحاته ده هو المدرب المشهور، ورغم انه وينج تقليدي لكن جماهير الاهلي بتقول انه هو اكتر حد بيجيب ولا بيشوط ضربات جزاء، بيشوط اكتر حد بيشوط ضربات جزاء. ومع انتقال زيزو من الاهلي للزمالك حصلت خناقه كبيره جدا بين جمهور الاهلي والزمالك، لان صفقه بالحجم ده بالجمدان ده يعني ما حصلتش من ايام كابتن رضا عبد العال وكابتن حسام حسن، واكيد برضو كابتن ابراهيم حسن، يعني اساسا هما توام كده. الكل مستني هل وجود زيزو في الزمالك دلوقتي هيصنع الفارق على رأي عمنا ميم الشربيني؟ هل هيندمج؟ هل يعني هيبقى قد الفلوس اللي اتدفعت فيه، قيمة مقابل سعر ولا جودة مقابل سعر، حاجة كده. وكالعادة في اختلاف كبير بين الناس، اللي بيقولك ده واخد 120 مليون جنيه واللي بيقولك واخد 5 مليون بس. الحقيقة يعني يا جماعة احنا محتاجين نعرف الحقيقة فين، يعني فين التصريحات الرسمية وفين مصلحة الضرايب. محدش يعمل بلوك، سوري يا جماعه. ومن يوم ما راح زيزو للاهلي كانه يا عيني يا كبد امه نظر عين، ما حققش اي حاجه من المنتظره منه. فهل تفتكروا ده يعني بسبب الضغوط الجماهيريه ولا بسبب حد عامل له عمل؟ تفتكر مين يكون عامل له عمل؟ حد يقول لنا في الكومنتات يا جماعه لو فعلا معمول لزيزو عمل مين هيكون عامله له؟ وياما صفقات كتيره يعني بسبب قيمتها العاليه وبسبب النتيجه المنتظره منها ما قدمتش احسن حاجه، يعني زي روبينهو بتاع ريال مدريد، وزي اجوجو في الزمالك، وزي كاستيلو اللي كان موجود ايام الله يمسيك بالخير يا جوزيه. وفي وسط الخناقه الحاميه يعني بين جمهور الاهلي والزمالك، احمد سيد زيزو ليه قصه نجاح كده شبه قصه نجاح محمد صلاح لكن على محل شويه. احمد مصطفى زيزو الشهير باحمد سيد زيزو، والحقيقه يا جماعه يعني انا مش فاهمه ايه الشهره في كده، ما انت كده يعني شلت سيد وحطيت مصطفى، طب ما تخلي مثلا احمد زيزو، مصطفى زيزو، يا عمي صاصه يعني مثلا، صح؟ يعني يا ريت حد في الكومنتات يقول لنا ايه سبب اختيار الشهره دي الاسم ده تحديدا يعني للشهره. المهم يعني ان هو كان من المنيا وكان بيلعب في اكاديميه JMG وراح وادي دجله لعب فيها، وبرده كان والده بيوصله من المنيا للنادي. وبس هو بس الحقيقه ان هو في الحته دي في اختلاف عن قصه محمد صلاح. محمد صلاح كان بيروح لوحده يروح ينام قدام النادي بتاع المقاولين. يعني المهم يعني الفكره ان هو حتى النتائج الاخرانيه ان هو حد جاي من الاقاليم وراح لعب في القاهره، ما فيش حاجه جديده يعني، ما لعبش زي ما سافرش بره زي صلاح مثلا، ما عملش حاجه جامده ولا سافر.
راح فين؟ ليرس البلجيكي. ايوه صح، انت قلت لي. وراح نادي ليرس البلجيكي، بس متهيألي ده نادي درجه ثالثه يا جماعه، ولا نادي ده، ولا نادي درجه 10 ولا ايه؟ وبعد رحلته في اوروبا رجع تاني زيزو لمصر. تروح فين الشمس من على قفا الفلاح. لاعب زيزو في الزمالك يعني كانه بيبدا من اول وجديد كلاعب مغمور، ما كانش لسه حد يعرفه، لكنه تالق وساعد النادي الزمالك ان هو ياخد اكتر من بطوله، زي الدوري المصري، زي كاس السوبر، زي السوبر الافريقي، ما عدا بطوله واحده النادي مش قادر ياخدها بقاله 23 سنه، وهي بطوله افريقيا. تألق زيزو فعلا وخد هداف الدوري سنة 2021 ب 19 هدف، وكان يعني قرب فيها للكابتن الكبير حازم حماده، مش فرق حماده من حازم، حماده امام. تخيل يا مؤمن ان كان بينه وبين هدافين تاريخيين زي كابتن جمال عبد الحميد وكابتن حسن شحاته اقل من 20 جول. يعني كابتن زيزو جايب 86 جول، كابتن جمال عبد الحميد جايب 97 جول، كابتن حسن شحاته البيج بوس معدي ال 100 ب 102 جول. واعلى هداف للزمالك كابتن عبد الحليم علي، ده صعب تجيبه شويه يا زيزو، ب 134 جول. يعني موسم او اتنين بالكتير كده وزيزو يقدر يتفوق على اساطير الزمالك يعني ويعديهم، ويبقى تاني هداف الزمالك بعد العندليب عبد الحليم علي. المهم ان في يوم وليله كده صحين من يوم لقينا خناقه دايره كبيره جدا بين جماهير الاهلي والزمالك. زيزو هيجدد ولا لا؟ زيزو حلف بحياة بنته ان هو ما مضاش للاهلي. الراجل راح في امان الله لسفاره امريكا بقى عشان يلعب مع الاهلي، وهوب الضربه حصلت، ومضى زيزو للاهلي. هقول ومضى زيزو للاهلي وقفل صفحته نهائيا مع نادي الزمالك بعد ما كان هيعمل ارقام قياسيه. لسه كنا قايلين عليك ان انت هتبقى تاني هدافين بعد كابتن عبد الحليم علي العندليب. صحيح يا جماعه، هو ليه اسمه العندليب؟ عشان يعني على اسم الفنان عبد الحليم حافظ، فده عبد الحليم علي، هو ده السبب. نيجي بقى للكلام المهم. كابتن زيزو في مباراه مصر واثيوبيا اللي هي كانت من يومين قدر يثبت ان هو فعلا رجل المباراه. الراجل يا جماعه كان هو السبب في ان الجون التاني يجي ومرموش يحطه في الجون. هتقولوا لي يعني ايه يعني رجل المباراه؟ ده لمسه يد عاديه يعني وسببها خدوا ضربه جزاء وما كانش قاصد. هقول لكم لا يا جماعه، انتوا فاهمين غلط. كابتن زيزو راجل وطني جدا. اللي حصل معاه في الوقت ده ان هو في السب كونشسنس اللي هو في اللاوعي بتاعه يعني